ندى سعفان، بلعب سباحة توقيعية. يعني انا تبع نادي الجزيرة، بس احنا يعني دلوقتي في المنتخب مع بعضينا، احنا 9 لاعبات، وان شاء يعني اتأهلنا الحمد لله لدورة الألعاب الأولمبية السنة دي اتأهلتي ازاي بعد ايه اوكي. البطولة اللي انت كان خدتيها؟ عندنا السنة اللي فاتت بطولة عالم للسيدات، او النساء يعني. احنا كان مطلوب مننا ان احنا نكسب جنوب افريقيا عشان نقدر نتأهل لدورة الالعاب الاولمبية. وبعدين واحنا هناك جبنا يعني حققنا سكور عالي قوي الحمد لله، وقدرنا نكسبهم، فبالتالي اتأهلنا يعني. شايفة الأولمبياد ازاي وشايفة تقدري تحققي حاجة فيها سواء ميدالية أو يعني تقدري انت تنافسي أبطال العالم؟ اوكي، شايفه الاولمبياد طبعا هي دي حلم اي لاعب من هو صغير ان هو يخش حاجه زي كده، وان الحمد لله ان ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نخش المره دي. بالنسبه للميداليه، هي ممكن تبقى يعني حاجه صعبه شويه في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، بس كل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نحاول ان احنا نحسن المركز بتاعنا. يعني احنا لو مثلا سابع، بنحاول يعني عايزين نحاول ان احنا نقرب اكتر المره دي سادس، عشان نقدر يعني الاولمبياد اللي جايه ان شاء الله باذن الله نتخطاها وفعلا نطلع السادس. شكرا. عرفينا بنفسك واللعبة اللي انت بتلعبي بيها وشايفة الأولمبياد ازاي ومشاركتك فيها لأول مرة ازاي؟ ماشي، انا اسمي دارا، وكنت بلعب برضو في نادي الجزيرة سباحة توقيعية، بس انا دلوقتي مع المنتخب. طبعا انا شايفة ان هو فعلا حلم ان اي حد يتمناه ان هو يخش الاولمبياد، لان بيتعرض لمنافسة قوية قوي، وبيقابل يعني أحسن ناس بتلعب الرياضة دي في العالم، وبتبقى المنافسة قوية جدا، وبتبقى حاجة مشرفة للبلد. فاحنا يعني هدفنا المرة دي ان احنا نعمل كويس قوي ونشرف بلدنا، ونعمل حاجة جديدة مش دايما بنشوفها من الفريق بتاع مصر. عايزين يبقى شكلنا مختلف المرة دي. فبس احنا بنتمرن كتير جدا دلوقتي، يعني من ساعة ما خلصنا الجامعة بنتمرن تقريبا 9 أو 10 ساعات في اليوم، ويوم واحد بس أجازة، علشان إن شاء الله لما نخش الأولمبياد يبقى شكلنا كويس ونحسن السكور بتاعنا. طيب المساعدات او الدعم اللي قدمه لكم الاتحاد كلميني عنه شويه، وعن الحاجات اللي وفرتها لكم الوزاره او اللجنه الاولمبيه او الاتحاد علشان يقدر يأهلكم ان انتوا توصلوا الاتحاد بتاع السباحة كان بيتأكد ان كل فترة يجي يزورنا، يسألنا لو احنا محتاجين حاجة، لو في حاجة في التمرين محتاجة تتغير، وكانوا بيجوا يبصوا برضو على مستوانا بيتحسن قد ايه كل شوية. فده كان برضو بيشجعنا ان احنا نتحسن المرة الجاية اللي هم يشوفونا فيها يبقى شكلنا احسن. وطبعا الحاجات الطبيعية بقى اللي هو اللبس اللي احنا بنلبسه.